هاي، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده هيكون عن منتج مختلف وانا بجربه ليه فتره كبيره، وهو قرب يخلص في بقين او حاجه زي كده، فقلت لازم الحقه قبل ما يخلص واطلع اتكلم معاكم عنه. فمش هطول عليكم، يلا بينا مع بعض نبدا الفيديو ونشوف ايه هو المنتج. وهل ترى ايه هو المنتج بتاعنا ده؟ المنتج بتاعنا هو البلسم او الكونديشنر ده بتاع بلو. برضو لو تفتكروا ان انا كنت عامله سلسله، يعني دي سلسله يعتبر سلسله منتجات بلوك كلها اللي انا جبتها واللي انا استخدمته. انا بتكلم عنه وبتكلم عنه بعد ما بستخدمه مده طويله علشان اقدر اقول حلو، فعلا حلو، ما كنتش مجاملاه، ولو وحش ما كنتش ظالمه. فده البلسم بتاع بلوك ده بزيت الارجان المغربي. المفروض ان هو لترميم الشعر الجاف المجهد والشعر الجالف. طيب هل هو بيعمل كده، او هل هو بيرمم الشعر وبيظبطه وبيروق عليه وكده، ولا بيعمل ايه؟ طيب قبل ما اتكلم عنه واقول عنه اي حاجه، في معلومه مهمه قوي انا هقولها في اخر الفيديو بعد ما نخلص كل المعلومات او كل الحاجات اللي هنتكلم عن البتاع الجميل الحلو ده. طيب البلسم ده اول حاجه فيه كميته كبيره وهتقعد معاكي، كميته كبيره، سعره حلو، وبرده مقارنه بالاسعار اللي بره او بالحاجات اللي بره فهو سعر حلو وكميه حلوه. طيب نخش في المهم بقى، من جوه بقى حلو ولا مش حلو؟ طيب مبدئيا هو ملمسه مش تقيل، مش تقيل ومش خفيف، هو ملمسه متوسط خالص، بيرطب الشعر ترطيب عادي، ولا ترطيب قوي قوي، يعني ولا ترطيب اللي هو لو انا شعري بجد مجهد زي ما هو مكتوب عليه هو هيرطب ترطيب بالواو، ولا مش هيرطب الترطيب اللي لا هو هيرطب شعرك ترطيب خفيف. يعني لو انت عايزه تجيبي حاجه ترطيبها متوسط فده هيكون كويس معاكي. لازم تكوني عارفاها ان المنتج ده مكتوب عليه ان هو زيرو سلفت وزيرو كربون، فان هو المفروض ما فيهوش اي حاجه تضر الشعر خالص. طب هل هو كده من جوه؟ طبعا دي اكيد حاجه انا ما اعرفهاش، دي كلها حاجات او مسميات بتتكتب من بره، بس اللي انا اقدر اقوله لك او اللي انا شفته فعلا منه كبلسم ان هو ترطيبه كويس لحد ما، يعني لو هنحسبها من منظور تاني ان حاجه دلوقتي في الرينج ده بالكميه دي بترطب ترطيب كويس ممكن يكون الشعر محتاجه، حتى لو هو مش ترطيب الواو خالص بس اكيد الشعر فيه احتياج ليه، فاقولك ان هو كويس وان انت ممكن تجيبيه. ده هي سات كامله، بس انا جربت منه اللي هو بالارجان ده بس، ما جربتش لسه اي انواع تانية، بس جربت كذا نوع حمام كريم منه تحفه، هتكلم عنه بقى في باقي السلسله. طيب انا ما فهمتش هل كده انا اجيبه ولا ما اجيبوش؟ طيب ممكن تجيبيه في حاله واحده لو انت الحاجه اللي بتستخدميها ما بتكونيش مستنيه منها مفعول ترطيب شديد قوي، لاني مثلا عندي حاجه تانية بتعوضه انا ما كنتش مستنيه منه انه يكون ترطيبه عالي قوي، لاني انا كده كده بعمل لشعري اوريدي حمام كريم وبحط له مواسط يرتاح شويه وان هو يتغذى بحاجات تانية، فسواء هو كان ترطيبه ضعيف او ترطيبه شديد فدي ما كانتش فارقه معايا قوي. فانت لو مش فارقه معاكي قوي ولدي مثلا بتستخدمي حمام كريم بعد البلسم او بتستخدمي ماسك يرطب الشعر فده هيكون معاكي كويس. لكن لو انت بيبقى بنائك الاول والاخير كله على البلسم بس فممكن تتخلي عنه وتجيبي حاجه ترطيبها اشد واقوى. طيب انا ارشح لك ايه ترطيبه اشد واقوى؟ هجمع كل الكونديشنر اللي ترطيبهم كان كويس معايا وهنعملهم في فيديو قريب جدا. طيب احنا هنا كده وصلنا لغاية اخر الفيديو، والمعلومة او النصيحة المهمة جدا اللي انا اجلتها لاخر الفيديو خالص عشان نكون لممنا الكثير في الفيديو، هي ايه؟ هي ان اي بلسم في العالم انت رايحة تشتريه سواء كان براند او كان حاجة عادية او كان مكان كبير او مكان مش كبير، ايا كان ما يفرقش مكانه، ما يفرقش نوع البراند، ما يفرقش اي حاجة خالص. اعرف ازاي نظريا وعلميا مني انا اعرف ازاي ان انا راح اشتري بلسم كويس؟ نفترض ان انت راح تشتري بلسم كويس وفلان الفلاني اللي بيبيع الكونديشن ده قالك ان هو كويس وان هو ترطيبه واو،
طيب هل انا اعرف ده ازاي او انا اتاكد من المعلومه دي ازاي؟ هقول لك انا تتاكدي منه ازاي. البلسم كل ما بيكون تقيل في ملمسه وكل ما بيكون الكواليتي بتاعته عاليه وتقيل، اعرفي ان هو ترطيبه احلى وان ترطيبه احسن لشعرك. ايه، انا بشتري الكونديشنر والشخص اللي واقف هناك قال لي ان ده احسن بلسم انت ممكن تستخدميه في المكان كله او ممكن تستخدميه في العمر كله. هل انت ابن خالتي؟ يعني كلامك صادق بالنسبه لي، يعني كلامك مصدر؟ اكيد لا. طيب نفهم ازاي بقى؟ نفهم ان احنا ناخد حته صغيره من البلسم على ايدينا ونشوف ان هو تقيل ولا لا. سي البلسم اللي انا كنت بتكلم عنه النهارده اللي هو خلانا نقول المعلومه دي، عايزه اقول المعلومه دي الهمتها بعد الكثير من شراء المنتجات، كتير جدا علمني المعلومه. طيب هنعمل ايه؟ هو في، بصوا اهو، هي نزلت على طول، هي جاهزه. طيب بصوا، ادي الملمس بتاعي. بص هو خفيف ازاي. اه هو مش، بصيت لقيت ان هو كده اهو. طيب ده لا اما هيكون ترطيبه ضعيف جدا في الاغلب، لا اما هيكون ترطيبه معاكي متوسط اهو، متوسط لحد ما. عايزه اقول لكم بقى ان حاجه انا نسيت احطها او اقولها في الفيديو في الاول، ان البلسم ده بصوا ريحته اختراع. دي بقى بجد انا نسيت اقولها خالص وسقطتها، بس البلسم ده ريحته جامده جدا وبيثبت في الشعر. دي معلومه بصراحه اقولها له ويستحق ان هي تتقال في حقه، بس انا نسيت اقولها في اول الفيديو. من الحركه دي انت ممكن تعرفي ان البلسم بتاعك كويس ولا لا، وفعلا ترطيبه تقيل للشعر ولا البلسم ترطيبه من ضعيف لمتوسط. خلصت الفيديو واشوفكم فيديو تاني وجديد، ويا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب تكونوا استفدتوا من المعلومه اللي بجد مش هتلاقي اي حد بيقولها لكم في اي حته. واشوفكم فيديو تاني وجديد.